السلام عليكم. اليوم جبت لكم الفول مشرمل بطريقه سهله وبتتبيله اكثر من رائعه. ندوزو لطريقه التحضير. انا هنا عندي الفول كما كتلاحظوا، عندي نوع كبير ونوع صغير. بالنسبه للنوع الكبير كنقطع له الرويس ديالو هكا باش غير كيدخلوا الطياب وكيطيب هي قد الكبير قد الصغير. كناخذ واحد الطنجره ديال الضغط، كندير فيها الفول وكنضيف الماء الكافي باش يطيب الفول وطريف ديال الحامض، يعني الماء ما نكثروش بزاف. وكنبقاو نقلبوا الفول الى لقينا باقي خاصو الماء كنزيدو بشويه بشويه. انا هنا ما بقيتش ضفت الماء، يعني خليته حتى نشف في الماء ديالو. ومن بعد كنضيف شويه ديال الحامض مصير والقزبر ومعدنوس والثومه، يعني نحاول نكثروا شويه الثومه، ونصف كاس ديال زيت الزيتون، ممكن نخلطوا بين زيت المائده وزيت الزيتون، ومعلقه صغيره ديال التحميره اي البابريكا، وجوج معالق كبار ديال الكمون البلدي. يعني الكمون هنا ضروري في هذه الوصفه باش كنحصلوا على هذا الطبق المغربي بالبنه الاصليه ديالو. ومعلقه صغيره ديال الهريسه كتبقى اختياريه، وكنرجعوا كل شيء فوق البوطه على نار مهيله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفول ديالنا. ممكن تقدموه كمقبله او لا تاكلوه هكاك، يعني صراحه كيجي بنين بزاف. كاين بزاف ديال الطرق، ولكن انا هذه الطريقه المفضله عندي. جربوه بهذه الطريقه وما غاديش تندموا، وبصحه والراحه.